شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص آخر تطورات. الحالة الوبائية في المغرب. أحمد السالمي نشر في هوية بريس يوم 6 ديسمبر 2022. هوية بريس متابعة. ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود الساعة 3 من بعد زوال اليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022 إلى 1,269,570 حالة، حيث أفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة عن تسجيل زيادة 179 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها إلى 1,269,570 حالة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات 16,286، والمتعافون 1,252,212 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التلقيح إلى غاية اليوم 24,916,171، و23,416,465 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، و6,861,085 تلقوا الجرعة الثالثة، 56,797 تلقوا الجرعة الرابعة. هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. انظر هنا لقراءة الخبر من مصدره. مواضيع ذات صلة. مستجدات الحالة الوبائية في المغرب. عاجل. المغرب يسجل ارتفاعا في عدد إصابات كورونا آخر تطورات الحالة الوبائية في المغرب. تطورات الحالة الوبائية في المغرب. عاجل. المغرب يسجل تراجعا في عدد إصابات كورونا